يعني انا مش عارف ليه السكينه مسنونه لجون ادوارد من ابناء نادي الزمالك، وبعض من ابناء نادي الزمالك طبعا والناس الاعلاميين. احنا اللي يهمنا ايه؟ اللي يهمنا نادي الزمالك يكسب، وجون ادوارد ايا كان مين اللي حاليا اللي ماسك منظومه الكره في نادي الزمالك. نتمنى له التوفيق، لان التوفيق له اكيد هيبقى توفيق لنادي الزمالك، ونادي الزمالك ده قاعده جماهيريه بالملايين في كل حته في كل حته في العالم. فنتمنى له التوفيق، لكن اول ما الفرقه تعادل يا جماعه وتصريحات بعض اللعيبه الكبار المفروض ان هم كبار وتويتات وكلام، يا جماعه لا يصح كده. وغير كده اما الاهلي تعادل والدنيا ما انقلبتش، مع ان انا عارف جمهور الزمالك اعظم جمهور في الدنيا واعظم من جمهور الاهلي بمراحل، بس احنا عايزين نتكلم ان احنا المشكله عندنا اولاد النادي، هم عندهم هناك قليل قوي اللي يقطع، قليل قوي اللي يطلع ينتقد. اللي ينتقد عندهم ده معناه منشق. احنا بالعكس احنا نادي في انك رايك والراي الاخر، وده الديمقراطيه والحلاوه اللي في جمهور الزمالك والحلاوه اللي في عقليه جمهور الزمالك. هناك اذا انت طلعت اتكلمت على كابتن محمود الخطيب يبقى انت منشق، يبقى انت مش عارف ايه. لا يا جماعه مش كده، كل واحد بيغلط، ده مش اله. لكن نتمنى ان نادي الزمالك، ابناء نادي الزمالك يساندوا حاليا، انت ورا فريق الكوره وورا جون ادوارد. نتمنى التوفيق، نتمنى الاستقرار لنادي الزمالك، نتمنى عوده البطولات، نتمنى فريق قوي، نتمنى التوفيق للمدرب واللعيبه. ده اللي يهمنا.